السلام عليكم متابعين الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا اعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه للمباريات يوم السبت. غنبداو مايوركا وفياريال. نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقان كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الاسباني. فياريال في المركز الرابع، مايوركا في المركز 11. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. قلنا المباراه ديال فياريال بالنسبه لهذا الماتش هذا زائد بلس 1.5 اكثر من هدف بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه. فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه ل مونشنغلادباخ وشتوتغارت غنعطيكم احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الالماني. مونشنغلادباخ في المركز 7، شتوتغارت في المركز 14. نعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه بلوس اكثر من هدف بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه. فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه لهورتن وباير ليفركوزن غنعطيكم الاداء الخاص بالفريقان كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الالماني. ليفركوزن في المركز 8 وفي المركز 11. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال باير ليفركوزن بالنسبه لهذا الماتش هذا. اما بالنسبه للماتش ديال كريستال بالاس وليستر سيتي نعطيكم الاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الانجليزي. ليستر سيتي في المركز 15، كريستال بالاس في المركز 16. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. من يريد المراهنات فمرحبا بالجميع. انا المباراه ديال كريستال بالاس بالنسبه لهذا الماتش هذا. اما بالنسبه لفولهام وويستهام يونايتد غنعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الانجليزي الممتاز. فولهام في المركز 12، ويستهام يونايتد في المركز 13. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. من يريد المراهنات هو ان المباراه ديال فولهام بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه. فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه لليفربول ونوتنهام نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الانجليزي الممتاز. ليفربول في المركز الثاني، وخرا في المركز 19. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. من يريد المراهنات هو ان المباراه ديال ليفربول زائد اكثر من هدفين في المباراه اللي بغينا عليها. فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه لمان سيتي وبروتفورد غنعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الانجليزي. مان سيتي في المركز الاول، بروتفورد في المركز 6. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. انا المباراه ديال مان سيتي مجموع الاهداف اكثر من 3 اللي بغينا عليها. فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه ل اسبانيول والافيس نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الاسباني. الافيس في المركز 6، اسبانيول في المركز 14. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه كلا فريقين سيسجلان بالنسبه لهذا الماتش هذا. اما بالنسبه لمارسيليا ونيس غنعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الفرنسي. مارسيليا في المركز الثاني، نيس في المركز 8. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال مارسيليا بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه. فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه ل استون فيلا وايفرتون غنعطيكم ابرز احصائيات تاعهم والاداء الخاص بالفريقان كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الانجليزي الممتاز. استون فيلا في المركز 7، ايفرتون في المركز 20. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. من يريد المراهنات فمرحبا بالجميع. ان المباراه ديال استون فيلا بالنسبه للماتش هذا اللي بغينا عليه بالنسبه لهذا الماتش هذا. اما بالنسبه لاشبيليا وختافي غنعطيكم ابرز احصائيات تاعهم والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم
الترتيب ديالهم في الدوري الاسباني. خطافي في المركز 16، اشبيليه في المركز 19. ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. انا المباراه ديال خطافي بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، ومرحبا بالجميع. اما بالنسبه لريال والهلال نعطيكم ابرز احصائيات تاع هذه المباراه والاداء خاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري السعودي. الهلال في المركز الاول، ريال في المركز 6. ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. انا المباراه ديال الهلال بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه. اما بالنسبه لرونموت وتشيلسي نعطيكم ابرز احصائيات والاداء خاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الانجليزي. نعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. انا المباراه بكل فريقين سيسجلان بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه. اما بالنسبه لريال مدريد وريال سوسيداد وريال مدريد نعطيكم ابرز احصائيات والاداء خاص بالفريقين، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الاسباني. ريال مدريد في المركز الثاني، ريال سوسيداد في المركز 12. ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه بكلا فريقين سيسجلان، وان المباراه ديال ريال مدريد. اما بالنسبه لباس جي وبريست نعطيكم ابرز احصائيات والاداء خاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الفرنسي. بي اس جي في المركز الاول، بريست في المركز 12. ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال بي اس جي غادي مجموع الاهداف اكثر من هدفين بالنسبه للماتش هذا اللي بغينا على الاهداف. ومرحبا بالجميع. كما تشوفوا انا نتمنى تفاعلوا معنا الخوت والبارطاج، وتحيه جميعا.